السلام عليكم. نكملوا سلسلة تحضير بيت الخزين. اليوم معنا وصفة الهروس الزمني، الوصفة التراثية مع سر نقلوا لكش من قبل. خليك معايا لاخر الفيديو، اكيد راح تشوفي طريقتي السريعة والسهلة في تحضير الهروس الزمني. اول شيء لازم نختار الفلفل اللي راح نخدمه به، يكون لونه احمر غامق ويكون نظيف ما فيهش الخامر، يعني ما يكونش فاسد باه ما يفسدش معنا الهروس تاعنا. ناخذ كميه الفلفل، ناخذ 3 كيلو فلفل احمر حلو مع كيلو فلفل احمر حار، باه يكون الذوق تاع الهروس تاعي ما يكونش لاذع بقوه، يكون حار ولكن مقبول. ناخذ كميه الفلفل اللي عندي كامل، نغسلها ونقيها من كاش بذور، من كاش ضربة في الفلفل هكا، باه نضمن انه الهروس تاعي يكون نظيف 100% ويكون يصبر معايا اطول مدة ممكنة. ما تنسوش البنات راهي وصفة لبيت الخزين، يعني خزين العام. نظفت الفلفل تاعي كامل ومن بعد قطعته بالطريقة هذه حلقات، نحاول نتخلص من اكبر كمية ممكنة من البذور. يعني انا مش راح ننظفه كامل 100% من البذور، ولكن نتخلص اكبر كمية ممكن. راح نستعمل ثوم في الوصفة في الاول، لانه كي نقطع الفلفل نحطه في الكسكاس باه نفوروا الماء يغلي، نحط عليه سنينات ثوم وهكذا. يعني مش غير هذه الكمية، انا هذه الكمية اخذت لي 4 مرات وانا نفور في الفلفل. كما راكم تشاهدوا كمية لاباس بيها، والفلفل اللي هايل البنات يعني جديد، ونقيته طبعا كما ذكرت في الاول الفيديو. بعد ما نكمل نفوره نرحيه ونحطه في اناء واسع. حطيت عليه كرويه او تابل وكرويه. لكل كيلو فلفل مرحي نحطه ملعقه متوسطه، يعني ملعقه الشاي هذيك معمره ملح، ونضيفوا عليه زيت الزيتون. هذه هي المكونات الاساسيه في تحضير الهروس. البنات نخلطوا مليح هذه الخليط تاعنا ونذوقوه، اذا ناقص ملح تقدري تزيدي. السر اللي يخلي الهروس تاعك يبقى معاك على داير العام هي الاواني تاع الزجاج اللي تستعمليها. لازم تعقميها، لازم تغليها وتخليها تنشف وحدها بلا ما تمسحيها، وتصبي فيها كميه من زيت زيتون، يعني ملعقه فقط. تصبي الهروس تاعك وتغطيه كامل بزيت زيتون وتغلقيها اغلاق محكم. تحطيها في مكان بارد مظلم، يعني في البلاكار فقط ولا في الثلاجة من تحت، مش لازم نحطوها في المجمد، راح تبقى معاك على ساير العام. نتمنى الفيديو عجبكم ونتمنى انه الوصفة عجبتكم. ما تنسونيش بجام وبارطاج للفيديو. خلوا لي في تعليقاتكم اذا بغيتوا وصفة من الوصفات الزمنية لبيت الخزين، راح نحضرها معاكم ونعطيكم الاسرار اللي نعتمدها. الى اللقاء.